السلام عليكم ورحمة الله. هعمل النهاردة أكلة جميلة جدا. كل سنة وانتم طيبين الأول بمناسبة شهر رمضان. يعيدوا ربنا علينا يا رب الخير واليمن والبركات إن شاء الله. رب يكون شهر مناسب جميل علينا إن شاء الله، مبارك علينا يا رب، يشفع عن مرضانا مرضى المسلمين ويرفع عنا البلاء يا رب. النهاردة أنا بعد غيبة طويلة بقى، ليه فترة أنا ما جيتش، كان معايا ظروف. النهاردة هعمل بقى إيه، طبق حلو خالص عشان خفيف عشان الصيام. هو رز. كل الناس اول ما بنعمل رز بنعمل محمر، بنعمل شعريه، الرز التقليدي العادي بتاعنا. النهارده جت لي فكره كويسه خالص، قلت اعمل ايه بقى. كان عندي حبه جزر، عندي شويه بصل، شويه توابل، مرقه، ورق لورا، وقلت اعمل لي ايه شويه رز كده خفيفه كده مع جنب شويه فراخ. الوصفه بقى هتحتاج ايه، حاجه بسيطه خالص. انا عامله حوالي كيلو رز ونشفته تمام. ليه؟ عشان لما انزله على الجزر والبصل ما يبقاش مبلول فينزل عليهم ميه، لان الجزر اصلا بينزل ميه زي الكوسه. هعمل بقى ايه، هاخد الكيلو حوالي يعني كيلو الا رز. بعد ما نشفته هاخد عليه حوالي بصله كبيره مبشوره وجزرايه كبيره مبشوره. هاخد حوالي معلقه صغيره ملح، هاخد شويه كزبره مطحونه، فلفل اسمر، شويه كمون، هاخد واحده مرق. لو انت عايزه تحطي شويه كركم ماشي، بس كده كده اصلا الجزر بيلون الرز. لو انت عايزه تحطي شويه كركم، عايزه تحطي بابريكا، عايزه تحطي مثلا فلفل الوان، براحتك، جميل خالص. لو انت عايزه الطريقه دوت. انا دلوقتي حاطه الزيت على النار، هنزل عليه بالبصله تمام. بصوا هنا انا حاطه ايه الزيت على النار، هنزل عليه اللي هي البصله يا دوبك تاخد لون، يا دوبك يعني مش هكمل كمان لون. ايوه تسيبها بس كده. بصي انا حطيت ايه البصل اللي انا بشرته في الزيت، يعني يا دوبك يدي ايه يعني طعم للزيت، مش لازم يعني يتحمر قوي. هنزل عليه بالجزره المبشوره عشان تاخد برضه طعم مع البصله، وهنزل عليه بكل اللي قلت لكم عليه اللي هو الملح والتوابل. خلوا المرقه في الاخر عشان ايه ما تتحرقش مع البصل. خلوا المرقه في الاخر تمام. احط كل التوابل كلها كده مع بعض اهي، هديها تقليبه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الصلاه على النبي يا جماعه حلوه خالص، حاولوا كتري كده وانتوا بتعملي في الاكل. طول ما انت قاعده كده اذكري اسم الله، الصلاه على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الصلاه على رسول الله بتبارك في كل حاجه، زي حنك الهم بتبارك في كل حاجه. في ناس بقى قالت لي احنا ممكن نحط عليها لحوم او فراخ. ممكن، لو عندك صدر فراخ مخلي حطي حته منه، يعني قيمه ربع كيلو، قطعي حته صغيره ونزليها على الجزر مع البصله. ولو عندك كمان ايه فص ثوم، بتلاقي الرز طعمه جميل. وعلى فكره الرز يبقى مختلف خالص. ليه؟ لا هو محمر ولا هو شعريه ولا رز ابيض ولا حاجه، رز تبيض بتاعنا هتلاقي الاطفال بيحبوا طعمه خالص، ليه طعم كده مطعمين كمان بقلب البصله. والبصل مفيد، البصل بيكون مناعه، جهاز مناعي حلو خالص. ماشي. انا كده ايه خلاص، انا اديت تشويحه للجزر مع البصل. هنزل بالرز واديله تقليبه، وهنزل معاه المرقه واوريلك بعد ما يتعمل تمام. ده الشكل النهائي لطبق الرز. لما جيت سويته ما تخليش الميه تزيد قوي عن الرز عشان ما يعجنش. بصي يبقى مفلفل كده، ما تحطلوش ميه كتير. يعني انا حطيت كيلو، حطيت له حوالي 3 كوبايات ميه كبار. لو عملت نص كيلو حوالي كوبايه ونص ميه كبيره برضو. دوت ان شاء الله يا رب يعجبك. اتمنى ان انت تجربوه. حابه تضيفي له اللحم ماشي، حابه تضيفي له فراخ ماشي. بالهنا والشفا.